السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله الفيديو ان شاء الله تخرجي مستفاده منه ولو باي حاجه بسيطه. بس ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصل لكل جديد فيديوهاتي. ولو عجبك الفيديو تشجعيني باللايك وتشيري الفيديو مع اي حد انت تحسي ان الكلام ده هيفرق معاه او ان هو محتاج للكلام ده. عنوان الفيديو بتاعنا النهارده ورقه وقلم وهترتاحي للابد. شفت مرة على ابلكيشن دكتور او طبيب نفسي بيقول انك او في اشخاص كتيرة جدا بتبقى محتاجة حد تتكلم معاه، تتكلمي تطلعي كلام من بقك كده وتتكلمي وتحكي وتفضفضي. في ناس بتلاقي ناس تسمعها عادي جدا، تاخد وتدي معاكي في الكلام و يعني وتديكي رأيها وبياخدوا ويدوا معاكي في الكلام عادي. في ناس بتسمعك ولكن بيبقى زيها زي الحيطة اللي جنبي دي بالظبط، عادي ولا أكنك بتتكلمي، هم سامعين بس ما بيدوكش اي رياكشن او اي رد فعل خالص خالص على كلامك. اللي هو ماشي اتكلمي، بيسمعوا من هنا ويخرجوا من هنا. في ناس من النوع اللي هو ما بيحبوش حد يحكي لهم، شايفين ان انت كده بتديهم طاقة سلبية. انك لما تحكي لهم حاجة تعباكي او تطلعي كلام من جواكي تعبك، هما مش فاهمين ان انت كده الكلام اللي انت بتطلعيه ده بيريحك. لا، هما باصين ان انت كده بتديهم طاقة سلبية، انت كده بتدينا طاقة سلبية. لا، احنا منحبش نسمع لك شكوى او نسمع لك كلام. في ناس بيكونوا محتاجين ان هما يتكلموا مع حد يديهم امل او يحسسهم بالامان او يحسسهم ان هو حاسس بيهم، حاسس باللي جواهم، حاسس ان انت لما تتكلمي انت هترتاحي. في اشخاص كتيرة جدا هما مش شكايين، مش ان هما بيشتكوا او بيقولوا، لا، هم تعبانين نفسيا، بيبقوا محتاجين يتكلموا مع حد يطلعوا في كبت جواهم، محتاج ان هو يطلع، محتاجين ان حد يسمعهم، محتاجين ان حد يقف جنبهم، محتاجين ان حد ياخد بايدهم. في ناس ما بيلاقوش الكلام ده كله. هنقولك مثلا انت لو مفتقدة في حياتك الام والاب، لو مفتقدة في حياتك ان في حد يبقى حنين او يسمعك، هتتعبي كتير جدا جدا في الحياة. لو ملكيش صديقة مقربة بتسمعك، بصوا، في اصدقاء بيسمعوا وبيقفوا جنبك وبيبقوا اكتر من الاخوات معاكي، وفي اصدقاء بيبقوا شايفينك ان انتي واحدة شكاية، لا انا مش عايزة برضو ان انا اسمعك، انت كده برضو بتديني طاقة سلبية. طيب، في حلين. لو انت من الاخر مش لاقي حد يسمعك، مش لاقي حد تحكيله تشكيله، تطلعي هنسميه الكبت اللي جواكي عشان ترتاحي. ده للناس يا جماعة اللي بتبقى تعبانة نفسيا وبتحتاج حد تتكلم معاه، حد تفضفض وتحكي معاه، ومش بتلاقي حد حواليها، او بيبقى في حد ومش حابب ان هو يسمعها، او بيبقى في حد زي ما قلنا وبيقول عليها مثلا ان هي واحده شكايه او واحده مثلا بتديله طاقه سلبيه. خلاص يا جماعه، لا، احنا مش محتاجين لحد او مش محتاجين ان احنا نتكلم مع حد. فلما تحسي انك محتاجه حد تتكلمي معاه، محتاجه تفضفضي، محتاجه تطلعي اللي جواكي، اول حاجه انت هتتوضي وهتصلي وتتكلمي مع ربنا وتفضفضي مع ربنا. وبعد كده هتقومي تجيبي، بعد ما تتوضي وتصلي وتفضفضي مع ربنا، هتحسي براحة أصلا. بعد كده هتجيبي ورقة فاضية وقلم وتكتبي كل اللي جواكي، كل اللي انت حاسة بيه. فلان قالك النهاردة كلمة ضايقتك، فلان أو حد مثلا قالك كلمة زعلتك، واحدة صاحبتك مثلا قالت لك كلمة ضايقتك، موقف حصل لك يضايق، ومحتاجة تحكي لحد ومش عارفة، مثلا حاجة جواكي مش قادرة، ما ينفعش ان انت تحكيها لأي حد خالص، اكتبيها برضو في الورقة. كل اللي جواكي طلعيه في الورقة، وبعد ما تخلصي خالص وتطلعي كل اللي جواكي، قطعي الورقة دي وارميها او ولعي فيها.
بس اهم حاجة انك تطلعي كل اللي جواكي في الورقة. اوقات كتيرة جدا بيكون في كلام كتير جدا جوانا، ما ينفعش ان احنا بنبقى محتاجين ان احنا نحكيه لحد، بس ما ينفعش ان احنا نحكيه لحد، ما ينفعش، ولازم يفضل جوانا، بس لازم نحكيه عشان او نقوله لحد عشان نرتاح. فقوليه في الورقة. دكتور بيقول انك لما تطلعي اللي جواكي في الورقة، في ورقة بيضة، وتطلعي كل اللي جواكي، مثلا فلان زعلني النهاردة وقال لي كذا كذا، حصل لي موقف النهاردة كذا كذا ضايقني جدا، انا محتاجة اعمل كذا كذا، يا ترى لو كنت عملت كده، كل ده يطلع في الورقة. بعد كده حابة ان انت تحتفظي بالورقة، احتفظي بيها. مش حابة او ما ينفعش ان انت تحتفظي بيها، ولعي فيها وارميها، او قطعيها وارميها. محظوظ جدا في الايام بتاعتنا دي او في الدنيا اصلا اللي يلاقي حد يحس بيه. محظوظ جدا ان يلاقي اللي يلاقي حد يكون ظهر وسند ليه. محظوظة جدا اللي يبقى لها صديقة تقف جنبها تسمعها، تكون لها أحن كمان من الأخت. محظوظة اللي لا أخت تسمعها. محظوظين يعني الناس محظوظين جدا اللي في حياتهم ناس بيحبوهم بجد بجد، حب بجد، اللي هو احنا بنحبك، احنا بنخاف عليك، احنا مش عايزين حاجة في الدنيا غير مصلحتك انت. لما تتعب احنا اللي بنتعب، لما يكون في حاجة مضايقاك احنا هنا هو هنسمعك، عندك مشكلة احنا هنحلها لك، اي حاجة هنقف جنبك. يا بختهم اللي عندهم ناس يعني بالطريقة دي بصراحة. ستات كتيرة جدا بيكون جواها كبت، او بنات بيكون جواهم كبت وكلام كتير، بيبقوا محتاجين حد يطلعوا له الكلام ده. صدقوني هي الورقة، اكتبوا في الورقة كل اللي جواكوا، بعد ما تخلصوا هتحسوا ان انتوا ارتحتوا. وجربوا، اكتبوا لي في الكومنتات تحت جربتوا وعملت معاكوا ايه. هو ده كان الفيديو النهارده. حسيت ان في ناس كتيرة جدا محتاجة الفيديو ده، فحبيت ان انا اطلع اتكلم معاكوا فيه. يا رب باذن الله يكون الفيديو النهارده عجبكم، ولو حد جربها يكتب لي بقى تحت في الكومنتات عملت معاه ايه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.